حكايتنا بتبتدي في غرب قارة أمريكا الشمالية مع قطيع من الخيول النادرة، وبنشوف هناك واحدة من الخيول، وكانت وقتها بتولد حصان صغير، وبنعرف إن هي سمته سبيرت. وبيكون سبيرت وقتها متحمس جدا لاكتشاف العالم، وبنشوف سبيرت وهو بيجري مع قطيع الخيول، وبيكون وقتها مبسوط جدا وسعيد. وكمان سبيرت بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة، وبعدها بشوية بيروح لقطيع من البايسون، ووقتها سبيرت بيكون مبهور جدا ده لأنه شاف قطيع البايسون، وبيكون قطيع البايسون جايين علشان يشربوا مية من البحيرة. وبالرغم الحجم الكبير لقطيع البايسون بالنسبة لحجم سبيرت مش بيكون خايف منهم، وكمان بيقف وبيلعب مع الزعيم بتاعهم. وبتعدي الأيام وبنشوف سبيرت وهو بيكبر، وبنشوفه كمان وقتها وهو بيسابق صديقته النسر، وبيقدر كمان سبيرت إن هو يتفوق عليها. وبنعرف كمان إن سبيرت بقى قائد القطيع، وإن هو كمان المسؤول عن حمايتهم. وفي يوم من الأيام بيظهر واحد من الأسود فجأة، وبيكون عايز ياكل الخيول الصغيرة، وبيطاردهم كمان الأسد علشان يقدر إن هو ياكلهم. فوقتها بيتدخل سبيرت بسرعة وبيمنع الأسد، وبيقدر كمان إن هو يهاجمه وبيضربه وبيوقعه على الأرض كمان. وكمان سبيرت بيخوفه وبيفضل يطارده لحد ما الأسد بيقدر إن هو يهرب منه. وبسبب اللي سبيرت عمله ده بنشوف وقتها والدته وهي بتحييه هي وكل قطيع الخيول على شجاعته وقوته. وبنشوف ساعتها إن سبيرت بيكون فرحان جدا وسعيد، وده بسبب وجوده مع القطيع. وبالليل بيروح سبيرت علشان يقدر إن هو يطمن على كل واحد في القطيع ويتأكد إن هما في أمان. وبالصدفة بيشوف سبيرت ضوء غريب، وبيكون الضوء ده مصدره من الغابة، فبيقرر وقتها إن هو يروح علشان يقدر يعرف مصدر الضوء ده إيه، وبيطلب من والدته إن هي تفضل مع القطيع. وبعدها سبيرت بيجري لحد ما بيوصل لمكان الضوء، وبيتصدم وقتها لما بيشوف مجموعة من الخيول وهم بيكونوا مربوطين. وواحد ساعتها من الخيول دي بيطلب منه إن هو يهرب، لكن سبيرت وقتها مش بيسمع الكلام، وبيبدأ كمان إن هو يستكشف المكان. وبيكون سبيرت وقتها منبهر جدا، وده بسبب إنه بيكون شاف البشر وهم نايمين، وبيكون كمان مستغرب جدا من أشكالهم، وده لأنه أول مرة يشوف البشر، وبيكون بالنسبة له البشر مخلوقات جديدة وبالغلط. وسبيرت بيستكشف المكان بيرمي جزمة على واحد من الصيادين اللي وقتها بيصحى وبيصحي صديقه، وبيكونوا مبهورين جدا لما بيشوفوا سبيرت، وده لأن سبيرت بيكون من الخيول النادرة جدا. وبيفضل سبيرت يتفرج على كل حاجة ويكتشفها لحد ما بيصحي زعيم الصيادين. فوقتها سبيرت بيجري علشان يقدر إن هو يهرب منهم. فوقتها زعيم الصيادين بيطلب من الصيادين بتوعه إن هم يستعدوا وينطلقوا علشان يقدروا إن هم يجروا ورا سبيرت علشان يمسكوه، لكن سبيرت بيقدر إن هو يهرب منهم، وبيقدر كمان إن هو يجي من وراهم، وبيحرك الخيول وبيجري بسرعة لحد ما سبيرت بيوصل للقطيع بتاعه، وبيطلب منهم وقتها إن هم يهربوا من المكان ده. وبعدها سبيرت بيقدر إن هو يرجع للصيادين وبيشتتهم وبيخليهم يجروا وراه، وبعدها بيدخل لمنطقة جبلية، وسبيرت ساعتها بيمشي على الصخور وبيهاجمهم وبيرجع يجري تاني. بس للأسف قبل ما سبيرت ما يهرب بيجي واحد من الجنود وبيرمي الحبل بتاعه، وبيقدر إن هو يربط سبيرت وبيسحبه وبيوقعه على الأرض. وسبيرت وقتها بيحاول إن هو يقاومه علشان يقدر إن هو يهجم عليه، بس وقتها سبيرت بيتربط بحبل تاني، وبيتجمع على سبيرت كل الصيادين وبيربطوه كمان من حبال من كل مكان، وما بيبقاش سبيرت قادر إن هو يهرب من الصيادين، وده بسبب الحبال اللي بتكون كتير جدا. وبيتفاجئ سبيرت جدا، وده لأنه بيكون شاف مامته وبيكون معاها القطيع كمان، وبيكونوا جايين علشان يقدروا إن هم يساعدوه، لكن سبيرت ساعتها بيرفض مساعدتهم وبيطلب منهم إن هم يهربوا علشان يقدر إن هو ينقذهم ومحدش يقبض عليهم. وبالفعل مامته والقطيع بينفذوا كلامه، وبالرغم إن الخيول اللي بتكون مع الصيادين بتكون عايزة تساعد سبيرت، لكن ما بيقدروش يعملوا له أي حاجة.
ووقتها الصيادين بياخدوا سبيريت وبنشوفهم وهم ماشيين طريق طويل بيه، وبيبقى سبيريت وقتها بيقاومهم وبيحاول كمان انه يهرب ويفك نفسه، لكن سبيريت ما بيقدرش انه يعمل كده. فساعتها سبيريت بيشوف صديقته النسر وبينادي عليها علشان تقدر ان هي تساعده، لكن النسر وقتها للأسف ما بتقدرش تقرب منه، وده بسبب الصيادين اللي بيكونوا حوالين سبيريت. وبعد طريق طويل بيوصل الصيادين لمعسكر، وبنعرف ان المعسكر ده مكانه بيكون في الصحراء، وبنعرف كمان انه ملك للجيش الامريكي. ووقتها بنشوف سبيريت اول ما بيدخل المعسكر، وبيكون سبيريت مبهور جدا باللي شايفه، وده بسبب ان بيكون فيه عدد كبير جدا من الجنود المسلحين، وبيكون معاهم كمان اكبر عدد ممكن سبيريت ان هو يشوفه من الخيول. وبنشوف ساعتها 4 من الجنود، وبيكونوا وقتها بيحاولوا ان هم يسيطروا على سبيريت اللي بيكون اقوى منهم، وبيكون رافض ان هو يستسلم. فوقتها قائد المعسكر بيضرب نار في الهوا علشان يقدر ان هو يخوف سبيريت، وبيقرب منه، وبيفكر الجنود ساعتها ان هم روضوا خيول برية كتير وان الخيل ده مش هيختلف عنهم. فسبيريت اول ما بيسمع الكلام ده بيتعصب جدا، وبيكسر كمان العصاية بتاعت قائد الجيش. فبكده سبيريت بيقدر ان هو يثبت لقائد الجيش انه مش خايف منه. فساعتها القائد بيأمر الجنود بان هم ياخدوا سبيريت وبيربطوه مع الأحصنة الجديدة. وبعدها بشوية بنشوف راجل وبيكون بيحاول ان هو يقص شعر سبيريت، فسبيريت ساعتها بيعض الراجل، فبيتعصب الراجل جدا وبيخلي الجنود ان هم يربطوه كويس، ده علشان سبيريت ما يقدرش ان هو يتحرك. وبيقدر الراجل ان هو يقصله شعره، ولما بيجي الراجل ده علشان يركب له حدوة، فسبيريت ساعتها بيضربه وبيوقعه على الارض كمان. فساعتها الراجل بيخلي الجنود ان هم يربطوه من كل مكان، لكن كل اللي الجنود عملوه ده ما بيقدرش ان هو يمنع سبيريت من الحركة. اللي بيقدر ان هو يحرر نفسه وبيضربهم تاني، وبيخليه المرة دي يفقد الوعي. وبعدها بشوية الجنود بيسحبوا سبيريت علشان يقدروا ان هم ينقلوه لساحة التدريب علشان يتحكموا فيه ويفرضوا سيطرتهم عليه. وطبعا ده كله ما بيأثرش على سبيريت، ولما جندي بيحاول ان هو يركبه، سبيريت بيجري بسرعة وبيوقعه على الأرض، وبنشوف جندي ورا جندي وهم بيحاولوا يروضوه، لكن سبيريت بيفضل ان هو يطيرهم على الأرض واحد ورا التاني، وما بيبقاش ولا واحد من الجنود قادر ان هو يسيطر عليه. فساعتها بتنبهر كل الخيول وبيكونوا بيتفرجوا على سبيريت وهم مبسوطين وبيحيوه كمان. وفجأة بيجي قائد المعسكر وبيكون متعصب جدا من اللي سبيريت بيعمله، وبيكون الجنود كمان خايفين جدا ان هم يقربوا من سبيريت اللي بيكون راعبهم وبيرميهم واحد ورا التاني. فبيجري وقتها سبيريت بسرعة لحد ما بيروح لقائد المعسكر اللي ما بيخافش منه، واللي بيكون قائد المعسكر شايف انه هو هيقدر يكسر سبيريت زي ما كسر غيره، لكن سبيريت بيكون شايف عكس كده خالص. ووقتها بيطلب قائد المعسكر من الجنود ان هم يربطوا سبيريت وما يدولوش اكل ولا مية لمدة 3 ايام. وبعدها بشوية بنشوف سبيريت وهو بيكون مربوط في عمود في نص ساحة التدريب، ومهما سبيريت كان بيحاول انه يقطع الحبل لكنه ما بيقدرش. وبالليل بنشوف سبيريت وبيكون بيبص في السما وبيكون حزين جدا وزعلان، وده بسبب ان هو مفتقد والدته جدا. وبنروح لسبيريت تاني يوم الصبح، وبيكون وقتها سبيريت عطشان جدا، وساعتها القائد بيكون واقف بيشرب مية قدام سبيريت، وبيكون سبيريت بيتفرج عليه. وفي نفس الوقت ده بيجي واحد من الجنود وبيكونوا قابضين على واحد من الهنود الحمر اللي هما بيكونوا من السكان الأصليين، وبنعرف إن اسمه بيكون كيريك. ووقتها الجنود بتعرف القائد بتاعهم إن الشخص ده كان بيسرق من الموارد. فساعتها القائد بيطلب من الجنود إن هما يربطوه وإنهم كمان يحرموه من الأكل والمية. فكيريك وقتها بيكون منبهر جدا، وده لأنه بيكون شاف سبيريت، وده لأن سبيريت بيكون مختلف جدا عن باقي الأحصنة اللي موجودة. وبنشوف كيريك وهو طول الوقت بيحاول يلعب مع سبيريت، لكن سبيريت ما بيرضاش يدي أي اهتمام. وبالليل بيكون سبيريت مستغرب جدا، وده لأنه بيكون سامع كيريك وهو بيخرج صوت غريب.
فبيفهم وقتها سبيريت إن هو بيتواصل مع حد برا المعسكر، وفجأة بتترمي سكينة جنب كيريك، فكيريك بيقرب رجله وبيقدر إن هو ياخدها قبل ما الجنود ما يقدروا يشوفوه. وتاني يوم الصبح بيصحى الجنود، وده لأنهم بيكونوا بيستعدوا علشان يقدروا يروحوا للسكة الحديد اللي بيكونوا رايحين هناك علشان يحموها من الهنود الحمر. لكن القائد وقتها مش بيكون مهتم، وبيسأل الجنود لو عدى 3 أيام على سبيرت من غير أكل ولا مية. وفعلا بيكون عدى 3 أيام، وبيبدأ القائد إن هو يروض سبيرت اللي بيحاول إن هو يوقعه، وبيفضل يجري ويتحرك وبيخبط كمان في الجدار علشان يقدر إن هو يوقع القائد. لكن للأسف ما بيقدرش سبيرت إن هو يعمل حاجة علشان مش بيكون كل بقاله 3 أيام، فبالتالي بيفقد سبيرت قوته وما بيبقاش قادر إن هو يكمل جري، وده لأنه بيكون تعبان جدا. فالقائد وقتها بيكون سعيد جدا وفرحان، وده لأنه بيكون فاكر إن هو قدر يروض سبيرت وبيمشي بيه وسط الجنود. وبيفكر الجنود وقتها إن هم لازم يروحوا للسكة الحديد، وعلشان كده هم بيكونوا محتاجين أكبر عدد من الخيول، وكمان بيأكد عليهم إن هم لازم يقضوا على قبائل الهنود الحمر، وبيفهمهم كمان إن العقاب والوقت هيقدروا يروضوا أي حصان. وفي الوقت ده بنشوف سبيرت وهو بيكون متعصب جدا، فبيسحب اللجام من ايد القائد وبيجري بسرعة، وبيقدر ان هو يوقع القائد ويرميه في الهوا برا ساحة التدريب. فساعتها الخيول كلها كانت بتتفرج وكمان بتحييه على شجاعته. فكيريك وقتها بيكون منبهر جدا من اللي سبيرت عمله، ووقتها بيتعب قائد المعسكر جدا من سبيرت وبيكون متعصب منه جدا، فبيمسك المسدس وبيصوب على سبيرت اللي بيكون ساعتها مش خايف منه. وقبل ما يقتله بيقدر كيريك ان هو يحرر نفسه، فبيهاجم القائد وبيتعلق في سبيرت اللي بياخده وبيجري بيه وبيروح يحرر باقي الخيول. وبيقدر كيريك ان هو يضرب واحد منهم وبياخد السلاح بتاعه، فبيجري سبيرت بيه وبيدخلوا هما الاتنين للاسطبل اللي فيه الخيول. وساعتها كيريك بيستخدم السلاح اللي معاه وبيدمر بيه القفل، وبيخرج هو وسبيرت وبيكون وراهم مجموعة من الخيول، وبيكمل سبيرت جري وبيخرج من المعسكر وبيتفرقوا عن بعض. وبيكون سبيرت فرحان جدا وسعيد، وده لأنه هيقدر يرجع للقطيع بتاعه مرة تانية. وفجأة كيريك بينادي على فرسة جميلة، وبنعرف إن الفرسة دي اسمها رين، فبيركب كيريك على ظهرها. وبعدها بيجي 2 من أصدقاء كيريك وبيقبضوا على سبيرت اللي بيكون متضايق جدا، وده بسبب إن هو بيكون واثق في كيريك. وبيقدر كيريك وأصدقائه إن هم ياخدوا سبيرت وبيرجعوا للقبيلة بتاعتهم، وبيحبسوا سبيرت في حظيرة. فوقتها بيقرب كيريك منه علشان يقدر إن هو يشيل اللجام اللي عليه. وتاني يوم الصبح لما بيصحى سبيرت بيكون فرحان جدا، وده بسبب إنه بيلاقي تفاح جنبه وبيفضل ياكل فيه. وبينبهر سبيرت وقتها لما بيشوف رين، وبيحاول سبيرت إن هو يلفت انتباهها، لكن رين ما بتدلوش أي اهتمام. وبيستغرب سبيرت وقتها لما بيلاقي رين وبتكون بتلعب مع كيريك وهي فرحانة جدا ومبسوطة، وبيفضل يتفرج عليهم وهو متضايق. وبعد كده بيروح كيريك ليه، وبيكون كيريك بيحاول إن هو يروض سبيرت لكنه بيفشل، وبيفضل أصدقاء كيريك يتريقوا عليه، وكمان سبيرت بيجري وراه وبيقدر إن هو يخرجه برا الحظيرة. فساعتها رين بتتعصب جدا على سبيرت وبتقف قدامه وبتزعق معاه. ووقتها كيريك بتجيله فكرة وبيربط رين مع سبيرت وبيطلب منها إن هي تهديه، وبيفتح لهم كيريك باب الحظيرة. فوقتها سبيرت بيفرح جدا وبيجري بسرعة كمان علشان يقدر يرجع للقطيع بتاعه، لكن رين بتوقفه وبتمنعه إن هو يمشي، وبتقعد رين على الأرض علشان ما يقدرش إن هو يسحبها. وبعدها بشوية بنشوف رين وبتكون بتلف الحبل حوالين سبيرت وبتقدر إن هي توقعه. فساعتها بينبهر سبيرت وبيعجب بيها أكتر. وساعتها بنشوف رين وهي بتكون واخدة سبيرت علشان تفرجوا على القبيلة والناس اللي عايشين فيها وعلى الأطفال الصغيرين. فوقتها بيفرح سبيرت جدا لما بيشوف البشر اللي عايشين في القبيلة وإن هم قد إيه بيعاملوا الخيول بطريقة كويسة.
وبعدها بشوية بيروح ران وسبيريت علشان ياكلوا. فسبيريت ساعتها بيلاحظ إن ران بتكون عايزة تاكل تفاحة وإن هي مش تقدر توصلها، فبينط سبيريت ساعتها وبياخد التفاحة وبيقرب من ران علشان يديهالها. لكن ران وقتها ما بترضاش إن هي تاكلها لوحدها وبتخلي سبيريت ياكل معاها. وساعتها بنلاحظ إن هما الاتنين بدأوا يعجبوا ببعض أكتر. وبنرجع تاني للمزرعة وبنشوف كيريك وهو بيحاول يروض سبيريت وبيفضل يجري وراه، وبيقرب سبيريت من كيريك علشان يقدر إن هو يضحك عليه. ولما كيريك بيجي يركب على ظهره سبيريت بيخدعه وبيرميه على الأرض، وبيفضل أصحاب كيريك يضحكوا عليه. فبيتعصب سبيريت وبيخوف أصحاب كيريك وبيوقعهم هما كمان على الأرض، وبيروح يقرب من كيريك وبيواسيه. فوقتها كيريك بيفهم إنه مش هيقدر يروض سبيريت، فساعتها كيريك بيقوله إنه مش هيحاول يروضه تاني وإن المفروض محدش يستحق إن هو يروضه. وبيفتح له باب الحظيرة وبيطلب منه يمشي. ووقتها سبيريت بيكون مستغرب جدا من اللي كيريك بيعمله وبيكون متردد، لكنه بيخرج من الحظيرة وبيبص لكيريك ويودعه. وبيروح على طول لرين اللي بتفرح لأن سبيريت بقى حر. فسبيريت ساعتها بيقترح عليها إن هي تيجي معاه، لكن رين للأسف بترفض، وده لأنها بتبقى عايزة تفضل مع كيريك والقبيلة بتاعته. وفجأة بيسمع صوت هزة أرضية وبيشوفوا الجنود وهم رايحين يهاجموا القبيلة. فبتجري ران وسبيريت بسرعة علشان يروحوا للقبيلة علشان يقدروا إن هم يساعدوا أهلها اللي كانوا في الوقت ده بيحاربوا الجنود. وبيركب كيريك على ظهر ران علشان يقدر يهاجم قائد المعسكر، لكن قائد المعسكر بيقدر إن هو يضرب نار على ران فبيوقعها في النهر. وقبل ما القائد يقتل كيريك بيتدخل سبيريت بسرعة وبيوقع القائد وبيجري بسرعة علشان يقدر يلحق ران بسبب تيار المية اللي جرفها بعيد. وبنشوف سبيريت وهو بينط في المية بأقصى سرعته علشان يقدر إن هو يوصلها، بس للأسف ضغط المية بيكون كبير جدا وما بيقدرش سبيريت إن هو يخرج وهو شايل ران. وبيوصل هو وران للشلال وبيقعوا من عليه هما الاتنين. وبعدها بيخرج سبيريت من المية وبيروح لران اللي بتكون على الشط، وده بسبب إن المية جرفتها لبعيد. وبيقرب منها سبيريت وبيفضل نايم جنبها طول الليل وهو بيكون حزين جدا. وفجأة بيوصل مجموعة من الجنود وبيقبضوا على سبيريت اللي بيكون وقتها بيحاول إن هو يقاومهم، وللأسف سبيريت بيفشل والجنود بياخدوه. وبسبب إن ران مريضة الجنود بيسيبوها وبيزعل سبيريت جدا، ده بسبب إنه بيشوف ران وهي بتفقد الوعي وبيفهم إن هي ماتت. وبيسلم سبيريت نفسه وبيروح مع الجنود. وأول ما الجنود ما بيمشوا بيجي كيريك وبيطمن على ران وبيكون حزين جدا وبيقرر إن هو ينقذ سبيريت زي ما هو أنقذ حياته. وبنرجع تاني للجنود اللي بياخدوا سبيريت وبيركبوه في قطر اللي بيكون موجود فيه الخيول بتاعة الهنود الحمر. فالخيول بيفرحوا جدا لما بيشوفوا سبيريت وبيحاولوا إن هم يواسوه، لكن سبيريت وقتها بيكون حزين جدا، وده بسبب إنه فاكر إن ران ماتت. وبعدها القطر بيتحرك وبيبقى سبيريت ساعتها فقد الأمل نهائي، لكن سبيريت وقتها بيفتكر كلام والدته فبيستجمع سبيريت قوته وبيقرر إن هو يرجع لهم تاني. وبعد شوية من الوقت والجنود بيخرجوا سبيريت والخيول اللي معاه، فسبيريت ساعتها بيكون مستغرب ومش بيكون فاهم ايه سبب وجودهم. وبيسمع سبيريت البشر وهم بيتكلموا وبيفهم وقتها ان هم بيكونوا عايزين الأحصنة علشان يربطوا السكة الحديد ببعضها. وبنرجع تاني لكيريك اللي بيكون مقرر انه يروح ينقذ سبيريت ويحرره. وبنروح لسبيريت تاني اللي بيكون وقتها الجنود بيربطوه هو وكل الأحصنة علشان يسحبوا القطر ويعدوا بيه من فوق الجبل. وبتمشي كل الأحصنة اللي بيكون من ضمنهم سبيريت وبيبدأوا ان هم يسحبوا عربية القطر، وبعدها بيوصلوا لقمة جبلية. وبيفهم سبيريت ان السكة دي متوجهة لمكان القطيع بتاعه. ولما بيرفض سبيريت ان هو يتحرك بيلاحظ ان عربية القطر ممكن تتدحرج من على الجبل لو كل الأحصنة سابوها، فبيمثل ان هو مات. فبيجي الحارس وقتها علشان يفكه من السلاسل ويخرجه من الصف. فساعتها سبيريت بيستغل الفرصة وبيبدأ ان هو يهاجم الحراس. وبيروح سبيريت
للسلاسل اللي بتسحب القطر وبيدمر واحدة منها، وبيقدر إن هو يحرر مجموعة من الأحصنة. وكمان سبيريت بيدمر السلسلة التانية وبيحرر باقي الأحصنة. وبعدها عربية القطر بتتحرك من مكانها، وبيحاول البشر إن هم يوقفوها. وقبل ما سبيريت ما يهرب بتيجي مجموعة من الجنود وبيربطوه بسلسلة، لكن سبيريت بيقدر إن هو يضربهم ويهرب منهم، وبيجري بسرعة كمان. وكمان العربية بتطير في الهوا وبتبقى هتقع عليه، لكن سبيريت بيقدر إن هو يتفاداها. فوقتها بنشوف كل الجنود خايفين جدا ومرعوبين لما بيشوفوا العربية جاية في الاتجاه بتاعهم، وبيفضل سبيريت يجري من العربية اللي بتخبط في قطر تاني، وبينفجر القطر وبيدمروا المكان، وبيكمل جري علشان يخرج من الغابة اللي بتكون قربت إن هي تتحرق بالكامل. وللأسف وهو بيجري السلسلة بتتعلق في جذع شجرة وبتمنعه من الهروب. وفجأة قبل ما النار ما توصله بيوصل كيريك وبيحرك السلسلة، وبيجري كيريك وسبيريت هما الاتنين بسرعة وبينطوا في النهر، وبيكون سبيريت فقد وعيه. وبعدها بيفوق سبيريت وبنعرف إن كيريك أنقذه، وبيكون جايبله كمان تفاح علشان ياكله. وبيقرب سبيريت من كيريك وبيزقه في المية، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض، وبيكون سبيريت فرحان جدا وسعيد. وفجأة بيوصل قائد المعسكر وبيكون معاه مجموعة من الجنود وبيضربوا عليهم نار. ولما كيريك بيكون بيجري بيقع على الأرض، فسبيريت بيرجع بسرعة علشان ياخده معاه، وبيفضل سبيريت يجري بسرعة لحد ما بيدخلوا منطقة جبلية، فالجنود بتدخل وراهم. فوقتها بيقرر كيريك إنه يمسك عصاية وبيعلق العصاية دي ما بين الصخور، وبيقدر إن هو يوقع واحد من الجنود، وكمان بينط من فوق صخرة وبيركب على ظهر سبيريت من تاني. أما الجندي اللي بيكون بيطاردهم فبيتخبط في الصخرة دي وبيقع من على الحصان بتاعه. وفي اللحظة الأخيرة سبيريت بيقف قبل ما يقع هو وكيريك من على حافة الجبل، وبيساعد كيريك وبيخليه يضرب واحد من الجنود. وبعدها بيكمل سبيريت جري لحد ما بيطلع فوق صخرة، وبيكون مفيش قدامهم أي طريقة يهربوا بيها، لكن سبيريت بيرفض إن هو يستسلم، وبيستجمع ساعتها شجاعته وبيقرر إن هو ينط للناحية التانية. ووقتها كيريك بيكون فرحان جدا، ده لأن هما طايرين في الهوا، وبيبان ساعتها على قائد المعسكر والجنود اللي معاه إن هما منبهرين جدا بسبيريت لما بيشوفوه هو طاير في الهوا. وبيقدر سبيريت إن هو يعدي للناحية التانية، وبيبقى سبيريت فرحان باللي عمله. وفجأة واحد من الجنود بيطلع البندقية اللي معاه علشان يقتل سبيريت، فقائد المعسكر بيمنعه وبيبصله بكل فخر، وبعدها بيمشي هو والجنود اللي معاه. فسبيريت وكيريك بيكونوا مبسوطين جدا وبيرقصوا كمان، وبيركب كيريك على ظهر سبيريت وبينطلقوا بسرعة لحد ما بيوصلوا لقبيلة كيريك. وسبيريت ساعتها بيكون حزين جدا لما بيفتكر ران، وبيتفاجئ سبيريت لما كيريك بيصفر وبيشوف ران قدامه، ده لأن سبيريت بيكون فاكر إن ران ماتت. وبيجري سبيريت وبيقرب عليها، وهو بيكون سعيد جدا ومبسوط، وبيروحوا هما الاتنين لكيريك اللي بيحضن ران وبيودعه. وكيريك وقتها بيقول لران إنه هيفضل فاكرها مهما حصل. وكمان كيريك بيطلب من سبيريت إنه يهتم بيها، فسبيريت بيقرب منه وبيحضنه وبيودعه هو وران، وبيحيي كيريك لأنه هو السبب في حريتهم. وبعدها بيفضل سبيريت وران يجروا بسرعة، وبعد طريق طويل بيفرح سبيريت، وده لأنه بيكون قابل صديقه النسر، وكمان بيوصل للقطيع بتاعه اللي بيكونوا فرحانين جدا برجوعه، وبيحضن والدته اللي بتكون فرحانة جدا لما بتشوفه. وبعدها بياخد ران وبيعرفها على كل القطيع، وبيجري هو وران وكل القطيع معاهم. وبكده بتكون حكايتنا خلصت. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد.